للأسف تنتهي المباراة بخسارة النادي الأهلي بهدفين مقابل لا شيء من فلومينينز البرازيلي، في مباراة كنا قادرين نكسبها بكل سهولة. فعلا كنا قريبين قوي من الصعود. شوط أول سيطرة كاملة للنادي الأهلي، ضغط عالي، دفاع متقدم، فرص ضايعة كتير. باختصار كنا الأفضل في كل حاجة، بس كان ينقصنا هدف واحد على الأقل، والأداء ده قدام واحدة من أخطر الفرق في أمريكا الجنوبية. بالرغم من ده الاستحواذ كان لينا الشوط الأول، فرصنا كانت اكتر واخطر، عكس الشوط التاني تماما. ما تفهمش ايه اللي حصل، فلومينينس اخطر بكتير، وفعلا في الدقيقة 70 جون من ضربة جزاء عشان يسجلوا الهدف الاول. نستنى بقى لعيبة الاهلي تسجل جون التعادل وترجع في المباراة؟ لا، مفيش. عدم تركيز، لياقة بدنية في الارض، مفيش روح، انانية على المرمى بشكل مزري، فرص كتير ملهاش اي لازمة وما بتسببش اي خطورة على مرماهم، لحد الدقيقة 90 عشان يسجلوا الهدف التاني ويقضوا على كل الآمال. بصوا، يمكن ما يقدرش نجيب اللوم على لاعب معين، يعني ما اقدرش مثلا الوم الشناوي او ياسر او كهربا او حتى امام، بس نقدر نلوم على الانانية وعلى ان مفيش روح ومفيش عزيمة. اللياقة البدنية في الارض، كل المميزات اللي خلتك تفوز على في ماتش الاتحاد بسكور وتقدم اداء كويس ما كانتش موجودة النهاردة. اللياقة البدنية والروح اللي احنا كسبنا بيهم في ماتش الاتحاد ما كانوش موجودين النهاردة. ويمكن ملومش على الشناوي كلاعب، بس هلومه ككابتن الفريق، الومه كقائد. كنا محتاجينه النهارده، محتاجينه ينشط اللعيبه ويفوقهم. انت كنت محتاج تسجل هدف واحد بس وتتعادل، هدف واحد بس ما كناش عارفين نسجله النهارده. وهنرجع تاني لنقطة الصفر، نرجع نتكلم تاني عن المهاجم، ان احنا عايزين مهاجم سوبر، عايزين مهاجم فينشر وهداف، مش مودست. مشيته شريف ليه طالما مفيش بديل افضل منه؟ مشيت شريف ليه وانت ما عندكش بديل افضل منه؟ احنا كنا بنلعب النهارده وصلاح محسن بره القايمه، ومودست بره الحياه اصلا، كهربا وقع بدنيا خلاص، كولر طلعه ونزل طاهر اللي هو اصلا لا مكانه ولا مركزه. طب مستنيين منه ايه؟ ما هو مفيش مهاجم، مفيش حد ينزل مكان كهربا. خلاص واضح ان احنا اخرنا نص نهائي كاس عالم، مش مكتوب لنا نروح نهائي. يعني هنلعب تالت ورابع وان شاء الله ناخد البرونزيه، بس كان عندنا امل نوصل نهائي، لكن قدر الله ما شاء فعل. هارد لك لجمهور الاهلي اللي ما بطلش دعم دقيقه واحده كالعاده. ما تنسوش الدعاء لاخواتنا في فلسطين، اللهم انصرهم واربط على قلوبهم، واشفي مرضاهم وارحم موتاهم، اللهم امين. وبس كده.